الحمد لله الحمد لله رب العالمين. يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته. وأشهد أن لا إله إلا الله أنزل أشرف كتاب هو القرآن الكريم بواسطة أشرف رسول هو جبريل الأمين في أشرف ليلة هي ليلة القدر، في أشرف شهر هو شهر رمضان، في أشرف غار هو غار حراء، في أشرف بلد هي مكة كرمها الله، لأشرف أمة هي أمة الإسلام، في أشرف سن هو سن 40، على أشرف نبي هو محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، هو الرحمة المهداة، هو رافع لواء التوحيد، هو صاحب الشفاعات، هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، هو صاحب الحوض المورود. صلوا عليه يا أمة محمد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فإن الذكريات لمعات من عالم الماضي تشع في أوقاتها العابرة، فتذكر الغافل وتنبه الذاهل، فيصحو من غفوته وينهض من كبوته، فيتذكر ربه وقوته، فيتوب إليه ويرجو عفوه ورضاه، كذكرى شهر ربيع الأول الذي نحن بصدده الآن، الذي استقبل أعظم مولود في هذه الحياة الدنيا. فإلى أين نذهب اليوم؟ إننا اليوم أيها الأحبة الكرام على موعد مع أعظم مولود وأكرم مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، ألا وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. نحن في هذه الأيام نحتفل بعيد ميلاد النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، فكم شمعة تضاء له في عيد ميلاده إذا حسبنا من ميلاده إلى الآن فأكثر من 1400 عام. أما إذا حسبنا من نور الهداية المحمدية فلن نصل إلى تاريخ. ثم أيها الأحبة الكرام، هل نطفئ الشموع بعد الاحتفال كما يفعل البعض منا اليوم بعد أن يحتفل بميلاده؟ هل نطفئ الشموع بعد ذلك أيها الأحبة الكرام؟ بالطبع لا، إننا لا نستطيع أن نطفئ هذه الشموع، لأن النور المحمدي سيظل يمد إلى الدنيا النور إلى قيام الساعة. نعم، لن نستطيع أن نطفئ هذه الشموع، لأن هذا النور الذي أرسله الله سبحانه وتعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور سوف يشع هذا النور إلى قيام الساعة. أي نور يشع في الظلماء، أي مسك يضوع في الأرجاء، برق الفجر بعد ليل عماء في دجى الجاهلية العمياء، ثم تاه الربيع في خيلاء وتبدى بحلة زهراء، منذ أن طاب فيه بالأشزاء
يوم ميلاد خاتم الأنبياء. صار شهر الربيع فصل الرواء وازدهار بسائر الأنحاء، فازدهى الكون بالسماء الوضاء من ثنايا المحجة البيضاء، كل عام يفيض بالآلاء بجلال وروعة واحتفاء، كل عام يفيض بالآلاء بجلال وروعة واحتفاء. ولكن أيها الأحبة الكرام، عندما نتحدث عن ميلاد النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، كان لزاما علينا أن نذكر بعض المشاهد التي حدثت قبل ميلاد النبي وهو جنين في بطن آمنة. لقد حدث هناك الكثير والكثير، حدث الكثير قبل ميلاد النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، وكانت العناية العليا تهيئ له المناخ الصالح لمولده. كان على عرش اليمن أيها الأحبة الكرام رجل نصراني وهو أبرهة الأشرم. كان على عرش اليمن رجل نصراني هو ملك ظالم غاشم، هو أبرهة الأشرم. هاجت عقارب البغضاء في صدره وتحركت ثعابين الحقد في نفسه، فصمم على أن يبني كنيسة في اليمن ويدعو إليها الحجاج بدلا من ذهابهم إلى بيت الله الحرام. حقد أسود دفين، نعم حقد أسود دفين، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أبرهة هذا صمم على أن يهدم البيت الحرام ليصرف العباد عن مكة إلى اليمن. ومن الذي بنى البيت يا أبرهة؟ من الذي بنى البيت الحرام حتى تستطيع أن تهدمه أيها الظالم؟ إن الذي بناه هو نبي الله إبراهيم ومعه نبي الله إسماعيل عليهما السلام بأمر من الواحد الأحد. بيت من هذا يا أبرهة؟ بيت من هذا يا أبرهة؟ أهو بيت زعيم؟ أهو بيت زعيم؟ أهو قصر الضيافة؟ أهو قصر الشعب؟ أهو البيت الأسود؟ إن هذا هو بيت الله الحرام الذي قال فيه: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. لكن أبرهة هذا غره سلطانه وخدعه شيطانه وظل في طغيانه وصمم على هدم الكعبة شرفها الله. هذا هو حال الظالم عندما يغتر بسلطانه، عندما يغتر بقوته، عندما يغتر بماله. غره سلطانه وخدعه شيطانه وظل في طغيانه وصمم على هدم الكعبة شرفها الله وأكرمها الله. فأصدر أبرهة هذا أمرا عسكريا. أبرهة هذا أصدر أمرا عسكريا بالتعبئة العامة في صفوف شعبه، فكون جيش يزيد على 60,000 مقاتل. أصدر أمرا عسكريا بتكوين جيش، كان هذا الجيش يزيد على 60,000 مقاتل، وكان معهم فيل عظيم ضخم. ركب أبرهة الفيل وتوجه من اليمن إلى مكة، لكن الفيل عندما أوشك على مشارف مكة أوشك على مشارف مكة تثبتت أقدامه في الأرض كأنه الجبل الأشم، لا تحركه الريح العواصف ولا تؤثر فيه الرياح الشداد. إذا حول الفيل إلى اليمن تحول، وإذا حولوه إلى الشام تحول، أما إذا ساقوه ليدخل مكة وقف ولم يستطع. كانوا إذا وجهوا الفيل في اتجاه اليمن مشى الفيل
وإذا وجهوا الفيل في اتجاه الشام صار الفيل، أما إذا وجهوه في اتجاه الكعبة لا يستطيع أن يسير، وكأنه أخذ على الله عهدا ألا يدخل مكة وهو ظالم. هذا الفيل كأنه أخذ على الله عهدا ألا يدخل مكة وهو ظالم. ما هذا أيها الأحبة الكرام؟ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ومكة أيها الأحبة الكرام قد خرج منها أهلها وتركوها، وجد النبي صلى الله وسلم وبارك عليه عبد المطلب مسك بحلقة في البيت. عبد المطلب هو جد النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، أمسك بحلقة في البيت وأخذ يدعو المولى سبحانه وتعالى وهو يقول: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع القوم الحلول، لا يغلبن صلبانهم ومحالهم غدا القوة والشدة. اللهم إن العبد أي أبرهة يمنع رحله أي يمنع الحجاج من الإتيان إلى بيتك الحرام، ومعه من القوة والغلبة، فيا رب لا يستطيعون بقوتك وعزتك أن يهدموا هذا البيت، لا يغلبن صلبانهم ومحالهم القوة أي قوة المولى سبحانه وتعالى. كل هذا والحبيب جنين في بطن آمنة، فنزل أبرهة عن فيله الذي لا يستطيع أن يدخل مكة، واتخذ لنفسه في مكة مقرا عسكريا يدير منه المعركة، ورابط الجيش على مداخل مكة. وأصدر أبرهة هذا قراره بحظر التجوال من أجل أن يدخل مكة ولا يصطدم الجيش بأهل مكة، فيستطيع هو أن يدخل ومن معه إلى مكة حتى يستطيع أن يهدم الكعبة، فيهدمها لبنة وحجرا حجرا، ثم يعود إلى اليمن مرفوع الرأس. ولم يكن يدري أبرهة هذا الظالم الغاشم، لم يكن يدري ماذا خبأت له المقادير. الله لا يغلب يا أبرهة، الله لا يغلب أيها الظالم، يا من تظلمون الناس، يا من تعتمدون على قوتكم، يا من تعتمدون على أموالكم، يا من تعتمدون على سلطانكم. الله سبحانه وتعالى لا يغلب، الله لا يغلب يا أبرهة، الله لا يذل، الله لا يقهر. ومن استعز بغير الله جعل ذله على يديه، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على قوته زل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا ذل ولا كل ولا مل. من اعتمد على الله لا يستطيع بشرا على هذه الأرض أن يهزمه، بل لا يستطيع الشيطان أن يهزم من اعتمد على المولى سبحانه وتعالى. من اعتمد على الله فلا ضل ولا ذل. لم يكن في مكة أيها الأحبة الكرام جيش نظامي يدافع عن مكة، لم يكن في مكة حرس وطني يدافع عن الكعبة، لم يكن في مكة قوة خاصة، بل كان فيها دعوة من نبي الله إبراهيم عليه السلام عندما قال: واجعل هذا البلد آمنا. عندما قال نبي الله إبراهيم لربه سبحانه وتعالى بعد أن تم البناء: ربي اجعل هذا البلد آمنا. ودعوة أخرى من جد النبي صلى الله وسلم وبارك عليه
عبد المطلب عندما قال لأبرهة أما البيت فله رب يحميه. هذا هو الاعتماد على المولى سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب. الذي كان يدافع عن مكة دعوة من نبي الله إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا. ودعوة أخرى من جد النبي عندما قال لأبرهة أما البيت فله رب يحميه. هذا هو ما كان في مكة. ثم ماذا حدث أيها الأحبة الكرام؟ صدرت الأوامر العسكرية من أبرهة إلى لواءات الجيش بالهجوم العام على البيت الحرام ليهدموه. فماذا حدث له ولجيشه؟ في المقابل صدرت الأوامر الإلهية من القيادة العليا الربانية. صدرت في المقابل الأوامر الإلهية من القيادة العليا الربانية من الجبار جل وعلا إلى سرب من سلاح الطيران الإلهي. لم يكن هذا السرب من الطراز المعروف لنا في هذه الأيام، إنما كان من طراز آخر، من طراز كن فيكون، سرب من سلاح الطيران الإلهي. من قاعدة ما أمره خالقه سبحانه وتعالى أن يحمي القنابل الذرية المصنوعة في المصانع الحربية الإلهية. قنابل ذرية مصنوعة في المصانع الحربية الإلهية في نار جهنم، يحملها في منقاره وفي أرجله ويتحرك فورا إلى المعركة. إنها معركة بين الحق والباطل، إنها معركة بين من جاء ليهدم البيت وبين المولى سبحانه وتعالى، بين العبد وبين الخالق سبحانه وتعالى. فمن ينتصر؟ هذه القنابل المصنوعة في المصانع الإلهية أرسلها الله سبحانه وتعالى في مناقير الطيور وفي أرجل الطيور، وأمر هذه الطيور أن تتحرك فورا إلى سماء المعركة من أجل أن تدافع عن بيت الله الحرام. تحرك السر، طائرات لا طيارين لها، طائرات لا تحمل خرائط بالمواقع والأهداف، طائرات لا تمول من قواعد الأرض، إنما مونت من المصانع في نار جهنم. وهناك أيها الأحبة الكرام هناك مصانع خطيرة عظيمة، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيها الأخوة والأخوات، إن الله سبحانه وتعالى حمى البيت الحرام بطير وديع. نعم، بطير وديع. أسمعتم في التاريخ طيرا يدخل إلى المعركة؟ أسمعتم في التاريخ طيرا يدخل إلى المعركة؟ هل سمعتم أن الطير ذوات الأجنحة التي تملأ الجو غناء وبهاء وتسبيحا، ألم ترى أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض؟ ألم ترى أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض؟ والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم صلاته وتسبيحه.
أترون أيها الأحبة الكرام أن طيرا تحمل في مناقيرها القنابل لتحمي سماء المعركة؟ في أي كليات الطيران تخرج هؤلاء الطيارين؟ في أي كليات الطيران تخرج هؤلاء الطيارين؟ وأمام أي القادة امتحنوا؟ ومن الذي مونها بالوقود؟ وإذا أردت يا عبد الله، إذا أردت يا أمة الله، إذا أردتم أيها الأحبة الكرام الجواب على هذا، فاقرأوا قول المولى سبحانه وتعالى عندما قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. واقرأ قول المولى سبحانه وتعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. من الذي مولى هذه الطائرات؟ هل كانت معها خرائط؟ من الذي أرسلها لتحمي البيت الحرام؟ إنه الله، إنه الجبار جل وعلا الذي قال: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فإذا صدر الأمر من الله سبحانه وتعالى نفذ هذا الأمر على الفور. فماذا كانت النتائج؟ ماذا كانت نتائج المعركة؟ ثم أتعلمون ما قدر القنبلة التي كانت تلقى على هؤلاء؟ لم تكن وزن القنابل المعروفة المصنوعة في الدنيا، بل كانت مثل حبة العدس. ولكم أن تتخيلوا مقدار هذه القنبلة التي تمثل حبة العدس. هذه القنبلة بهذا الحجم الصغير مقارنة بينها وبين القنابل الآن التي صنعت في مصانع الدنيا. انظروا ما الفرق. إن الذي خلق هذه القنابل التي أرسلها الله سبحانه وتعالى في أرجل الطيور إنه هو الله سبحانه وتعالى. وكل قنبلة أيها الأحبة الكرام كانت مكتوب عليها اسم صاحبها. الله أكبر. القنبلة التي في أرجل الطيور وفي مناقير الطيور، هذه القنبلة مكتوب عليها اسم صاحب أو صاحبها. يا للعجب، عندما تنزل القنبلة لا تخطئ الهدف فتنزل على من عليه اليد. إنه الله سبحانه وتعالى. كل قنبلة كتب عليها اسم صاحبها وكتب بها كشف: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. قنابل من عند الله حلقت بها الطيور على جنود أمرها، فكان كل جندي تصيبه القنبلة فتنفذ من رأسه وتحرق جوفه فتجعله كالبقر الذي أكل لبه، أي ليس به فائدة. كل هذا من أجل الجنين، من أجل محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، من أجل الجنين الذي كان في بطن آمنة. وعندما رأى أبرهة هذا الظالم ما حدث لجيشه
صمم هذا الظالم أيضا على أن يركب الفيل، فركب الفيل وصمم بنفسه أن يهدم الكعبة، وإذ بربك الجبار جل وعلا يرسل عليه قاذفة من نوع خاص، تنزل هذه القاذفة مكتوب عليها اسم أبرهة، فتنزل على رأسه فتخترق الرأس إلى الصدر، فيظل ينزف دما، فيعود هاربا مسرعا حتى مات قتيلا. نزلت عليه القنبلة، نزلت على رأسه فاخترقت الرأس واخترقت الصدر، فظل ينزف دما، فعاد مسرعا هاربا خائفا. الذي كان منذ قليل يغتر بقوته فاتضعف أيها الظالم. هذا الظالم كان يغتر بقوته منذ قليل، والآن يفر من المعركة مذلولا مهزولا مغلوبا. فلا تغتر أيها الظالم، إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. إياك أن تظن أنك بظلمك وبغشك للناس قد ضحكت على الناس، بل والله الذي لا إله غيره إنك تضحك على نفسك، لأنك تدين بذلك، لأنك تدان بذلك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. أبرهة هذا اغتر بقوته وبسلطانه، فإذ بربك يذله، إذ بربك يخسف به. فلا تغتر ولا تغتر أيها الظلمة. فظل هذا ينزف دما حتى مات. وهذه هي سنة الله سبحانه وتعالى في الجبابرة، وحمى المولى سبحانه وتعالى البيت الحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، رجل يقول أنا أحيي وأميت، وهو النمرود، عندما تحدث مع نبي الله إبراهيم عليه السلام. رجل يقول أنا أحيي وأميت، يرسل الله سبحانه وتعالى له بعوضة، يرسل المولى سبحانه وتعالى له بعوضة تدخل من أنفه إلى رأسه، فلا يهدأ له بال. هذه البعوضة تدخل من أنفه إلى رأسه فلا يهدأ له بال ولا يسعد له حال إلا إذا ضرب بالنعال. سبحان الله، اعتقد في نفسه الألوهية. قال لنبي الله إبراهيم أنا أحيي وأميت، فأرسل الله له بعوضة. يا للعجب، بعوضة تدخل من أنفه إلى رأسه، فتصل البعوضة، أي لم تمض البعوضة،
فكان لا يهدأ له بال ولا يستريح ولا يسعد إلا إذا ضرب بالنعال على رأسه. هذه هي قدرة الله سبحانه وتعالى في من أراد أن ينازع المولى في قوته ووحدانيته. رجل يقول أنا أحيي وأميت، فيرسل الله له بعوضة تطن في رأسه، فلا يهدأ له بال ولا يسعد له حال إلا إذا ضرب بالنعال على رأسه. رجل آخر يقول أنا ربكم الأعلى، يرسل الله له موسى فيغرقه موسى، فيقول أغثني يا موسى، والأمواج تلعب به كما يلعب أحدنا بالدراهم في يده، فلا يغثه موسى، فيوحي الله سبحانه وتعالى له يا موسى لقد استغاث بك فرعون 70 مرة فلم تغث، وعزتي وجلالي يا موسى لو استغاث بي مرة واحدة لوجدني قريبا مجيبا، لوجدني قريبا مجيبا. أبرهة هذا يقتله الطائر، أهناك على وجه الأرض أضعف من الطائر؟ أهناك على وجه الأرض أضعف من الطائر؟ ثمود أهلكوا بريح صرصر عاتية، ثمود أهلكوا بصيحة من جبريل، وعاد أهلكوا بريح صرصر عاتية، وليست اليهود بأقوى من هؤلاء. هذه هي سنة الله مع الجبابرة، إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ ثم بعد ذلك أيها الأحبة الكرام يلقي المولى سبحانه وتعالى بيانا بالنص. المولى سبحانه وتعالى يلقي بيانا بالنص، قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، عندما قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم في صورة خاصة بهذا المشهد المهيب تسمى بصورة الفيل، قال فيها جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ألم ترى يا حبيبي يا محمد كيف فعل حبيبك ألا وهو المولى سبحانه وتعالى بهؤلاء الظلمة؟ ألم ترى يا محمد كيف فعل حبيبك بأصحاب الفيل؟ أرسلنا عليهم طيرا بحجارة مطبوخة في جهنم مصنوعة في نار جهنم فجعلهم كعصف مأكول، أي زر أكله الدود ولم يبق منه إلا الورق، وانتصر الحق إكراما للرسول صلى الله وسلم وبارك عليه. جيش ظلوم جاء يبغي الهدم للبيت الحرام، جيش ظلوم جاء يبغي الهدم للبيت الحرام. الفيل يقدم جيشهم للاعتداء والانحطام، كانت جنود الله ترصد خطاهم للانتقام، طيرا أبابيل رموهم بالحجارة كالسهام، طيرا أبابيل ترميهم بالحجارة كالسهام، حتى غدوا صرعى طعاما للوحوش وللهوام، حتى غدوا صرعى طعاما للوحوش وللهوام، لم يبق منهم واحد ذاقوا أمر الانهزام، والبيت ظل بيته إكراما فخرا صانه رب الأنام. هذه هي
عاقبة الظالمين، هذا هو جزاء الظالمين، وانتصر الحق سبحانه وتعالى. هذا ما حدث أيها الأحبة الكرام قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. فالله ينصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارزقنا الأمن والأمان والسلامة والسلام. اللهم ارزقنا الأحبة، اللهم ارزقنا التحابب فيما بيننا، اللهم ارزقنا التحابب فيما بيننا، اللهم ارزقنا التحابب فيما بيننا. اللهم صفي قلوب المسلمين، اللهم صفي قلوب المسلمين، اللهم صفي قلوب المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.